هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يسولكم بثنا أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 29 من أبريل. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول المؤتمر الذي عقد في باريس وناقش قضايا القرن الأفريقي على ضوء التطورات الأخيرة في السودان. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السلطات في إريتريا تحدد أسعار المواشي تزامنا مع قفل الحدود. مؤتمر في باريس يناقش قضايا القرن الأفريقي. وزارة الصحة السودانية تحصر عدد الشهداء والمصابين في الثورة السودانية. المعارضة الجزائرية ترحب بدعوة الجيش للحوار الوطني. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. وزعت إدارة الإقليم الأوسط تعميما لكل تجار المواشي حددت بموجبه أسعار بيع المواشي للمواطنين، ويتزامن هذا الإجراء مع أعياد الفصح فاسكة، كما يتزامن كذلك مع قفل الحدود بين إريتريا وإثيوبيا والارتفاع المفاجئ والحاد للأسعار في البلاد بعد توقف التبادل التجاري بين البلدين. وحددت إدارة الإقليم الأوسط سعر رأس الخراف ب 1350 نقفة، وسعر رأس الغنم 1050 نقفة، والدجاجة الواحدة ب 150 نقفة، بينما حددت سعر البيضة الواحدة بما لا يزيد عن 2 نقفة للبيضة الواحدة. الجدير بالذكر بأن عيد الفصح والذي صادف يوم أمس الأحد يشهد تزايدا وإقبالا على شراء المواشي بعد انتهاء موسم الصيام حسب المذهب الأرثوذكسي، والذي تبلغ عدة الصيام فيه 40 يوما. عقد في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء الماضي 24 من الشهر الجاري مؤتمرا يناقش قضايا القرن الأفريقي بعد الثورة السودانية. ونظم المؤتمر عدة جهات بصورة مشتركة، وهي جامعة السوربون والمركز الأوروبي للسلام في القرن الأفريقي، وكذلك مؤسسة ثينكين أفريكا البحثية، وشارك فيها باحثون من دول القرن الأفريقي. وشاركت إذاعة إرنا كذلك في المؤتمر ممثلة لإريتريا. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. ذكر مراسل وكالة سكاي نيوز العربية طارق التجاني من الخرطوم بأن وزارة الصحة السودانية أعلنت عدد الشهداء والمصابين في الحراك السوداني الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، والذي بدأ في ديسمبر الماضي. وحسب الشبكة الإخبارية فإن وزارة الصحة السودانية حددت الشهداء ب53 شهيدا، استقبلت المشارح منهم 40 حالة وفاة، وتوفي 13 آخرين أثناء تلقي العلاج. وبلغ العدد الإجمالي للمصابين من ديسمبر وحتى الآن 7343 مصابا. وأكدت الوزارة كذلك بأن 1491 طبيبا شاركوا في الإضراب الجزئي، بينما أضرب 128 من العيادات الخاصة. ويشير تجمع قوى التغيير والحرية إلى أن عدد شهداء ثورة السودان يزيد عن 70 شهيدا في مختلف المدن السودانية. أعلنت المعارضة السياسية في الجزائر ترحيبها بدعوة قائد الجيش الفريق قائد صالح للحوار كسبيل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقالت الأحزاب والشخصيات الوطنية الجزائرية المنضوية في إطار قوى التغيير لنصرة خيار الشعب في بيان إنها تبارك الدعوة للحوار المعبر عنها في بيان مؤسسة الجيش ليوم الأربعاء الماضي، ودعت إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل
يستجيب للمطالب الشعبية السلمية. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. السلطات في إريتريا تحدد أسعار المواشي تزامنا مع قفل الحدود مع إثيوبيا. مؤتمر في باريس يناقش قضايا القرن الأفريقي. وزارة الصحة السودانية تحصر عدد الشهداء والمصابين في ثورة السودان. المعارضة الجزائرية ترحب بدعوة الجيش للحوار الوطني. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي نقدم لكم فيها تعليقا ومتابعة حول مؤتمر قضايا القرن الأفريقي، والذي عقد يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الفرنسية باريس. وناقش المؤتمر تطورات الأوضاع في المنطقة على ضوء الثورة السودانية. متابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إرنا. بناء على دعوة من المركز الأوروبي للسلام في القرن الأفريقي ومنظمة Thinking Africa وجامعة السوربون والضاحية الثانية لباريس، شاركت إذاعة إرنا في المؤتمر الذي نظمته هذه الجهات في مساء يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري. وهدف المؤتمر الذي جاء تحت عنوان القرن الأفريقي، التغييرات والانعكاسات والتحديات. وحدد المؤتمر بأن منطقة القرن الأفريقي هي منطقة متحولة ومترابطة، وأن أي تطور فيها سواء كان سلبيا أو إيجابيا فسوف يلقي بظلاله على دول وشعوب المنطقة. ويهدف المؤتمر إلى دراسة هذه التغييرات والتأثيرات حسب ما أفاد بذلك السيد عبد السلام كليش، مدير المركز المنظم للمؤتمر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحتى يكون التناول شموليا ومتعمقا حسب ما أشارت بذلك اللجنة المنظمة، فإنه تم تقسيم محاور المؤتمر إلى 3 محاور، وهي محور السياسة والتغيرات السياسية وتأثيراتها على دول المنطقة. وشارك في هذا المحور الدكتورة رقية عثمان، وهي باحثة في منظمة Thinking Africa ومتخصصة في العلاقات الدولية والأمن، وهي من جمهورية جيبوتي. وشارك فيها من إذاعة أرينا فتح عثمان للتحدث حول التطورات الراهنة بين إريتريا وإثيوبيا. كما شارك فيها أيضا الأستاذ ألان غريش، مدير مركز أورينت 2021، وهو مركز فرنسي متخصص في دراسات السياسات في الشرق الأوسط، ويتخذ من باريس مقرا له. وألان غريش أكاديمي وصحفي فرنسي متخصص في شؤون العالم العربي. كما شارك أيضا في المحور الأول المؤرخ الفرنسي جيرار بروني، وهو أيضا متخصص في الشؤون الأفريقية. هذه إذاعة إرنا. تناولت أولا الدكتورة رقية عثمان الوضع في جيبوتي ومدى تأثره بالأوضاع في المنطقة، وقالت بأن السمة العامة لسياسات الدول في القرن الأفريقي هي السمات ذات البعد الإثني أو القومي، وهي السمة الأكثر تجليا في الأوضاع في إثيوبيا، حيث تشهد البلاد صراعات ذات طابع قومي بين الأمهار والصومال والأورومو، وأن الحلول للمشاكل ذاتها تأخذ منحا قوميا، وأن رئيس الوزراء الجديد في إثيوبيا متورط في المعالجات الخاطئة، وأن ذلك يلقي بظلاله على جيبوتي نسبة للتداخل القومي. وليس ذلك فحسب، بل الجولات التي كان يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي يبدو أنها لم تنجح في حل مشاكله الداخلية أو حتى مشاكل دول الجوار.
وأن تدخل دول إقليمية وأخرى كبرى في شؤون المنطقة زاد من تعقيد المشهد خاصة في جيبوتي. ففي هذه البلاد الصغيرة أصبح التنافس بين القوى الكبرى لإيجاد موطئ قدم فيها محل صراع، واستغل الرئيس الجيبوتي تلك الحاجة بشكل مأساوي، حيث استفادت أسرته وعشيرته فقط من عوائد تأجير الموانئ والأراضي الجيبوتية للدول الكبرى. وقالت بأن السلام بين إريتريا وجيبوتي لا زال بعيد المنال نظرا لسياسات الدولتين والتي لا تضع هموم شعوبها نصب أعينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بعد ذلك تحدث ألان غريش وجيرار برونيه، وركزا على تطورات الأحداث في السودان، وأشارا إلى أن الوضع في السودان بشكل خاص يعكس وعيا شبابيا بطبيعة أزمة البلاد، والتي تجلت في الفساد وانعدام فرص التوظيف وتدهور التعليم العالي. كل هذه المسارات دفعت الشباب في السودان والجزائر إلى الثورة، وهي ثورات شبابية بامتياز، لأنها تعبر عن أزمة قطاع حيوي وكبير من سكان الدولتين. وقال برونيه بأن الشباب في السودان بشكل خاص فاض به الكيل، وقرر مواجهة الرصاص بدلا من العيش بدون مستقبل وتحت رحمة حكومات مستغلة. وما نشهده هو الآن التحول الناتج عن هذا الوعي. وأكدا بأن التغييرات التي ستحدد مصير وشكل الحكومات والدول في المنطقة وأي دول أخرى لن تكون بمنأى عن تأثير مثل هذه الثورات. هذه إذاعة إرينا. ثم بعد ذلك تحدث ممثل إريتريا وإذاعة إرينا قائلا بأن إريتريا بشكل عام لا تشهد تطورات لافتة للنظر، لأنها عبارة عن بركة ساكنة لا تشهد أحداثا كبرى، وإن شهدت أي أحداث فهي في الغالب ذات بعد مأساوي كالحرب الإريترية الإثيوبية، والتي حصدت أرواح الألوف من الشباب في البلدين دون أن يتبين أي من الشعبين أسبابها الحقيقية حتى اليوم. عانت إريتريا بشكل خاص من آثار هذه الحرب حتى اليوم، وآخر تطور شهدته البلاد كان مرتبطا أيضا بهذه الحرب وآثارها، ألا وهو اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا في يونيو الماضي. وقال المتحدث: أود أولا أن أشير إلى أن الحكومة الإريترية وتحت قيادة الرئيس إسياس أفورقي عدت أي محاولة للتفاوض مع إثيوبيا في الماضي عبارة عن خيانة عظمى. وبموجب هذا الفهم تم سجن واعتقال مجموعة 15 الإصلاحية في عام 2001 لمطالبهم بالحوار السلمي مع إثيوبيا، من ضمن مطالبها للإصلاح السياسي العام في البلاد. إذن في الماضي كان الحوار مع إثيوبيا خيانة، وكانت الحكومة الإريترية تضع شروطا أمام أي تفاوض مع إثيوبيا. الأول هو التطبيق الكامل لقرار ترسيم الحدود بين البلدين، والثاني هو الانسحاب الفوري والعاجل والكامل من الأراضي الإريترية بما في ذلك منطقة بادمة المتنازع عليها. وهددت الحكومة الإريترية بأن عدم التجاوب مع الشرطين سوف يؤدي إلى تجدد الحرب بين البلدين. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وواصل المتحدث قائلا: وبمجيء رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد تغير الوضع بين يوم وليلة، حيث تبادل زعيما البلدان الزيارات وتواصلا إلى اتفاقات لا يعرف الشعب الإريتري مضمونها. وأهم من هذا وذاك أن إريتريا تناست شروطها السابقة، ولا زالت إثيوبيا تحتل الأراضي الإريترية. ليس ذلك فحسب، إن إثيوبيا لم تبدي حتى أي استعداد بعد مضي سنة كاملة لترسيم الحدود أو الانسحاب. السلام الذي تم بين البلدين تم بين إثيوبيا وإسياس أفورقي تحديدا، لأنه الوحيد الذي يعلم بتفاصيل وعوائد هذا السلام، ولذلك فهو سلام غير ملزم للشعب الإريتري، لأنه لم يحقق السلام الداخلي المنشود والمتمثل أساسا في إطلاق الحريات وتسريح مجندي الخدمة الإجبارية
وإجراء تغييرات سياسية تتماشى مع التطورات الدولية الراهنة، بخاصة التوقيع على اتفاقية السلام. لذلك لا يرجى أن يحقق السلام المزعوم بين البلدين أي تغيرات مهمة على الصعيد الإريتري، والآن تبدو إثيوبيا أكثر انشغالا بقضايا أكبر من السلام نفسه، فهي تواجه اليوم خطر التفكك والانقسام. وأخيرا قامت إريتريا بقفل الحدود بين البلدين وآلت العملية إلى حالة تجمد. أما عن تأثير انتفاضة الشباب السوداني على إريتريا واحتمال امتداد نارها، فقال المتحدث بأن كل أسباب السخط والثورة متوفرة لدى الشباب الإريتري، ولكن لا أحد يعلم متى يمكن أن ينفجر الوضع في البلاد، ولكن حتما سوف لن يظل على ما هو عليه لفترة طويلة إزاء التغييرات الثورية الجارية الآن في العالم. هذه إذاعة إرنا. وفي الطاولة المستديرة الثانية من المؤتمر والمخصصة للتطورات الاقتصادية، تحدث البروفيسور ألان غاسكون، وهو أستاذ بمعهد الجغرافيا السياسية ومتخصص في الجغرافيا السياسية للقرن الأفريقي، وقدم ورقة فيها إحصاءات حول أن منطقة القرن الأفريقي هي من أكبر مناطق القارة الأفريقية نمواً في السكان، وربط بين النمو السكاني والموارد خاصة في إثيوبيا، حيث أشار إلى أن تقديرات لعدد السكان الإجمالي للإقليم في 30 سنة المقبلة، وأكد على أن هناك قدرا كبيرا من عدم التوافق السياسي الذي يتزامن مع مشكلة النمو السكاني في المنطقة، وهذا حسب ما قال الدكتور غاسكون هو ما نشاهده في السودان من خلال سياسات الفساد التي سادت خلال 30 عاما الماضية وسياسات القوميات في إثيوبيا. وفي معرض إجابته على سؤال حول ما يمكن أن تصل إليه الأوضاع في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة في ظل الصدامات العرقية، أجاب البروفيسور غاسكون بأنه من الصعب التكهن بذلك الآن. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وأيضا وفي الجزء الثاني من الطاولة المستديرة الثانية حول الاقتصاد والهجرة، قدمت الطالبة بمعهد باريس للعلوم السياسية والمعروف باسم سيانس بو بولين دروكر ورقة حول الهجرة من دول القرن الأفريقي، ركزت فيها على الهجرة من دول القرن الأفريقي عبر السودان وصولا إلى إسرائيل والسياسات الإسرائيلية في معاملة اللاجئين، كما تناولت كذلك سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعامل مع السيطرة على الهجرة غير المشروعة والمعروفة باسم كارتوم بروسيس أو خطة الخرطوم. وأشارت إلى المفارقة أن هذه الخطة ترأسها السودان من قبل وتترأسها اليوم إريتريا، وهي الدول التي تؤدي سياساتها إلى الهجرة المستمرة. وأشارت إلى أن معالجات سياسات الهجرة من قبل الاتحاد الأوروبي تسير في اتجاه بينما تسير الهجرة في اتجاه آخر. هذه إذاعة إرنا. وفي الورقة الأخيرة والتي خصصت للإعلام في القرن الأفريقي بالتزامن مع تطورات الإحداث هناك، أكد ممثل إذاعة إرنا بهذا الخصوص بأن إريتريا يشهد لها سجلها الإعلامي، فهي دولة في عصر الإنترنت لا تملك غير صحيفة واحدة ومحطة تلفزيون واحدة وإذاعة واحدة، وأن قضايا الإعلام في إريتريا لا يمكن فصلها عن قضايا الحريات بشكل عام. ففي إريتريا ليس هناك حريات للتجمع أو التعبير أو الصحافة أو الحريات السياسية أو حتى حرية الحركة. ففي ظل غياب الحرية سيكون من الطبيعي أن لا يكون هناك سوى الإعلام الحكومي، والذي يقدم حقيقة واحدة، وهي الحقيقة التي تريدها الحكومة، وهي حقيقة يرفضها الشعب الإريتري لأنها تدعم أسس الدكتاتورية في البلاد. وإريتريا تحتل المركز الثاني على المستوى الأفريقي بعدد الصحفيين المعتقلين، والذين لا تعرف أماكن اعتقالهم حتى اليوم. وأشار المتحدث كذلك إلى تجربة إذاعة إرنا، والتي وصلت هذا العام إلى سنتها 10 من العمل المتواصل في كشف زيف وأكاذيب الحكومة الإريترية،
وأن الإذاعة أصبحت خلال هذه السنوات صوتا للحقيقة التي تحاول الحكومة في إريتريا إخفاءها، وأنها حظيت بتقدير إريتري وعالمي لأدائها المتميز، وأنها سوف تحتفل بعامها العاشر خلال شهرين، وهذا تتويج لجهد هذه الإذاعة المقدر. وفي معرض إجابته حول الأوضاع في إريتريا، أكد المتحدث بأن الأوضاع في إريتريا ليست مشابهة للسودان، على أساس أن الحكومة تسيطر على وسائل الاتصال وتحاول محاصرة أي حركة معارضة أو مظاهرة بالتعتيم والتغييب الإعلامي بسبب عدم وجود خدمات الإنترنت والتواصل الاجتماعي. ولكن هذا لا يعني بأية حال السيطرة التامة والكاملة، لأن حدثا مشابها لمظاهرة مدرسة الضياء الإسلامية يمكن أن ينسف الأمان الزائف وحاجز الخوف الذي تقوم عليه الحكومة الإريترية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وأخيرا، اختتم المؤتمر بتقديم السيد عبد السلام كليش مدير المركز الأوروبي للسلام في القرن الأفريقي ملخصا لمجمل ما دار في المؤتمر وأوراقه، ثم قدم الشكر للمشاركين والداعمين لهذا المؤتمر، ووعد بأن تكون هناك مؤتمرات قادمة تركز على مشاكل القرن الأفريقي، خاصة مع التطورات الجارية في المنطقة. وأنهى المؤتمر كذلك بتقديم الشكر لكل المساهمين والحاضرين. هذه إذاعة إرينا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، استمعتم فيما مضى من وقت إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول المؤتمر الذي عقد في باريس لدراسة تطورات الوضع في القرن الأفريقي مع ما يستجد في السودان. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. السلطات في إريتريا تحدد أسعار المواشي تزامنا مع قفل الحدود. وزعت إدارة الإقليم الأوسط تعميما لكل تجار المواشي، حددت بموجبه أسعار بيع المواشي للمواطنين، ويتزامن هذا الإجراء مع اقتراب أعياد الفصح، ويتزامن كذلك مع قفل الحدود بين إريتريا وإثيوبيا والارتفاع المفاجئ والحاد للأسعار في البلاد بعد توقف التبادل التجاري بين البلدين. مؤتمر في باريس يناقش قضايا القرن الأفريقي عقد في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء الماضي 24 من الشهر الجاري مؤتمرا يناقش قضايا القرن الأفريقي بعد الثورة السودانية. وزارة الصحة السودانية تحصر عدد الشهداء والمصابين في ثورة السودان. ذكر مراسل وكالة سكاي نيوز العربية طارق التجاني بأن وزارة الصحة السودانية أعلنت عدد الشهداء والمصابين في الحراك السوداني الذي أطاح بالرئيس عمر البشير والذي بدأ في ديسمبر الماضي. وحسب الشبكة الإخبارية فإن وزارة الصحة السودانية قدرت عدد الشهداء ب53 شهيدا. المعارضة الجزائرية ترحب بدعوة الجيش للحوار الوطني. أعلنت المعارضة السياسية في الجزائر ترحيبها بدعوة قائد الجيش الفريق قائد صالح للحوار كسبيل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وختاما أذكر مستمعينا ومستمعاتنا الأفاضل دوما بأنهم يمكنهم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.